ولكن رغم كل الجهود المبذولة ما زال هناك دواوير كالساغط إلى حدود الآن. طاقم كابراديو منذ يوم السبت الماضي هو يتابع الأوضاع من عين المكان، ونقل لنا نداءات العديد من الساكنة المتضررة. الآن غادي نربطوا الاتصال مباشرة بالزميل إلياس العمري اللي التحق بطاقم إذاعة كابراديو بالزملاء في إقليم الحوز وزار العديد من الدوابير المتضررة، كما التقى بالعديد من السكان. الزميل إلياس، قربنا أكثر من الصورة في المناطق المتضررة اللي زرتها. نعم زميلي سفيان، في إطار دعم أولا الفريق كابراديو في عين المكان، كما كتعرف الزملاء معاد وزملاء آخرين كيتواجدوا في عين المكان من يوم السبت. إذا طبعا كيباتوا حتى هما في السيارة. يلا كما دبروا قيطون هذه يومين، دبروا واحد الخيمة كيباتوا فيها مع السكان ديال المنطقة. مازال الوضع لا أقول على ما هو عليه، حسب السكان أو حسب ساكنة المنطقة بكاملها بأن الوضع تحسن على داك الشيء اللي كان عليه قبل. المواد الغذائية متوفرة، وحتى الخيام بدات كتوصل ولو ماشي بوتيرة سريعة، ولكن على الأقل وصلت لمجموعة من المناطق. والسكان يعني كيقدروا المجهودات اللي كيديرها الجميع، سواء السلطات والمؤسسات الرسمية أو المجتمع المدني، وكيقدروا بزاف الحملة التضامنية الواسعة ديال المغاربة سواء في الخارج أو في الداخل. كما كتعرفوا كتابعوا أن مازال هناك سلسلة من الهزات ارتدادية اللي كتعرفها المنطقة. البعض من هذه الهزات أدى إلى سقوط منازل، ولكن بدون خسارة في الأرواح. إذا كان اليوم من نداء أنا شخصيا بعد التحاقي بالفريق نوجهه المغاربة، أول حاجة هو أن الساكنة كتشكر الجميع على الدعم الكبير اللي ماشي كتحس به ولكن اللي كتعيشه. مازال المنطقة كتعرف دعم مستمر، طرق المؤدية لجميع الدواوير والجماعات القروية سواء في منطقة الحوز أو في منطقة ترودانت أو في منطقة أزيلال أو في منطقة ورزازات. كما كيتواصلوا معنا بعض الزملاء من هناك أن كل هذه الطرق مازال عامرة بالسيارات وبالشاحنات المحملة بالدعم للساكنة المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية. مازال أيضا أنه الناس أو أغلب الناس أو جميع الناس اللي استطاعوا باش يحصلوا على خيمة مازال ماشي كيتشكاو، ولكن كيقول لك خص بيوت النظافة في هاد يعني اللي غادي تكون في هاد المجمعات أو في هاد الأماكن اللي فيها الخيام. كما كتشوف من مورايا الدمار، هذا الدمار ليس من مورايا فقط، هذا ما أقول لك المنطقة 70% ديالها وأكثر أو أقل هكذا دايرة. وحتى البيوت اللي مازالوا واقفة هي بيوت كلها مشقوقة وكلها مهددة بالسقوط. شكرا لك الزميل إلياس العمري على كل المعطيات اللي قدمتها لنا، وبلغ المواساة ديالنا الجميع الساكنة المتضررة اللي احنا معهم في تواصل دائم منذ يوم السبت الماضي، وكرسوا لنا النداءات ديالهم واللي كنبثوها على المباشر من أجل إيصال الأصوات ديالهم للمسؤولين.